السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يونس نيوز. بمجرد إطلاق الحكم لصفارة نهاية المباراة التي جمعت الأربعاء بين المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة من كأس العالم قطر فيفا 2022 والتي انتهت بلا غالب ولا مغلوب، انتشر شباب وشابات مغاربة في مبادرة لتنظيف مدرجات ملاعب البيت بالخور حيث جرت أطوار المقابلة، حاملين أكياس بلاستيكية وبابتسامة تعلو محياهم. وبانضباط كبير توزع عدد كبير من الشباب والشابات مرتدين قمصان المنتخب الوطني على مختلف مناطق الملعب في مهمة صديقة للبيئة تتمثل في تنظيف المدرجات من المخلفات التي تركتها الجماهير التي ملأت جنبات هذا الملعب، التحفة التي احتضن حفل افتتاح المونديال العالمي الذي يقام لأول مرة فوق أراضي عربية. وأكد الشباب المغاربة الذين تطوعوا لأداء هذه المهمة أن الرياضة هي أخلاق قبل كل شيء، ومن واجبنا القيام بهذه المبادرة التطوعية لتنظيف مدرجات الملعب وتركها كما وجدناها مع بداية المباراة. وشددوا على أن الجمهور المغربي يجب أن يقدم نموذجا في التحلي بممارسات الفضلى وأن يترك انطباعا جيدا، مشيرين إلى أن العملية غير مكلفة لكن حسناتها كثيرة. إلى جانب هذا الحس المسؤول، أبان عشاق المنتخب المغربي عن انضباط كبير وروح رياضية عالية سواء أثناء الدخول أو الخروج من الملعب، مرددين أغاني وأهازيج وشعارات تتغنى بأسود الأطلس، كما رددوا النشيد الوطني المغربي في مشهد مفعم بالروح الوطنية نال إعجاب واستحسان جماهير من مختلف الجنسيات. هذا المنظر الاحتفالي يكاد يتكرر كل يوم بمجموعة من المناطق في الدوحة، وبصفة خاصة بسوق واقف والكورنيش، حيث يؤثر عشاق أسود الأطلس هذه الفضاءات إلى جانب مشجعي الفرق الأخرى المشاركة بهذا العرس الكروي. والآن نترككم مع هذه الفيديوهات من مشجعي المنتخب الوطني. ومن هنا نأتي إلى نهاية الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد وفرجة ممتعة. Thank you, Croatia. Thank you, Morocco. You guys have been top. صحة الدراري، جمعنا ما جمعنا الدراري، جمهور سالة مع الزبل ديالو بلي قرعة فوالا الدراري، فوالا برافو، يعطيكم الصحة جمهور سالة وجمع الزبل ديالو، يعطيكم الصحة. برافو حركة مدلي برافو الدراري. برافو هاك خويا، هاك حسك اللي عنده شي زبل يجيبو.